السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. لو فاكرين الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي القلق بيخلينا عايشين في الماضي او في المستقبل، وان الحل هو انك تركز على يومك بس. طيب السؤال هنا، ازاي نعيش يومنا فعلا بدون قلق؟ الفكرة الأساسية هنا ان القلق بيبدأ من أفكارك. الكاتب بيقول إن القلق مش مجرد إحساس، هو ناتج عن أفكار معينة بتمر في دماغك طول الوقت. يعني لو دماغك مليان بسيناريوهات سلبية وخوف هتحس بالقلق تلقائي. الحل لازم تراقب أفكارك. وسؤال بسيط، لو كان عندك صديق دايما بيقولك كلام محبط وزي ما بنقول كده بيدخلك في الحيطة، هتحب تقعد معاه؟ أكيد لأ، صح؟ طيب ليه بنسمح لعقلنا يكون هو الصديق السلبي ده؟ وأول خطوة للخروج من القلق هي إنك تاخد خطوة لورا وتبدأ تلاحظ أفكارك بدل ما تمشي وراها تلقائي. في تمرين بسيط جدا ممكن تبدأ بيه النهاردة اسمه تقنية عيش اللحظة. لما تبدأ تفكر في حاجة مضايقاك أو موقف هيحصل في المستقبل، خد نفس عميق واسأل نفسك، أنا فين دلوقتي؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي أقدر أتحكم فيها في اللحظة دي؟ استخدم حواسك، بص حواليك، حس بالهوا، لاحظ الأصوات اللي حواليك، كل ده بيرجعك للحظة اللي انت فيها دلوقتي. قسم يومك لساعات مش أيام، بدل ما تقول عندي يوم طويل متعب، ركز في الساعة اللي انت فيها بس، هتحس براحة أكتر. لما تركز على اللحظة اللي انت فيها دلوقتي هتلاقي ان 90% من القلق اللي انت بتحس بيه كان سببه حاجات مش بتحصل دلوقتي أصلاً. تعالى نعمل تمرين عملي كده مع بعض. جرب حاجة معايا دلوقتي، خد نفس عميق ووقف أي تفكير عن الماضي أو المستقبل. دلوقتي إيه الحاجة الصغيرة اللي ممكن تعملها علشان تحس بهدوء أكتر؟ صدقني لما تبدأ تعيش يومك لحظة بلحظة هتلاقي إن القلق بيقل تدريجيا، وده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل ليه في رمضان. وفي النهاية جرب تطبق الخطوات ديت النهاردة، وشارك معايا في التعليقات ايه اكتر حاجة بتخليك تحس بالقلق، وايه الحاجات اللي هتحاول تطبقها في الحلقة دي. استنوني في الحلقة الجاية وهنكمل رحلتنا مع بعض بأسلوب سهل وعملي يخليك تعيش يومك براحة اكتر. وبس كده، سلام.